ممكن تكوني بتسألي نفسِك ليه مش قادرين نحقق أحلامنا، أو ليه كل الناس اللي حوالينا دايمًا عندهم فرص وبيحققوا حاجات وأنا لأ. السبب إننا أوقات بنحاول نمشي في طرق معقدة بدل ما نمشي خطوات بسيطة وواضحة. النهارده هاقول لِك على الخطوات، ومع شوية تركيز وإصرار بسيط هتقدري توصلي للي نفسِك فيه. أنا مي، والنهارده جايين نتكلم عن حلقة جديدة هتغير كتير في حياتنا. يعني لو عندك حلم أو هدف نفسك تحققيه، أو حتى لو حاسة إنك مش عارفة تبدأي منين، فأنا معاكي من هنا للصبح علشان أقولك أقنعك ب10 خطوات أبسط مما تتخيلي. لو مشيتي عليهم هتحققي هدفك أسرع مما تتخيلي. يلا بينا نبدأ. أول حاجة وأهم حاجة، قبل ما تعملي أي حاجة في حياتك لازم تحددي هدفك بشكل واضح. يعني مش عايزين نعيش في حالة ضبابية، أو نقول مثلا أنا عايزة أنجح وخلاص. لأ، ما هو أنا عايزة أنجح في إيه؟ ما هو النجاح ده مش هيجي من كلمة أنا بقولها وأنا نايمة على السرير، معلش يعني. لازم تقولي لنفسك أنا عايزة أنجح في كذا. هل ده يكون مثلا في شغلك، في دراستك، مشروعك، حياتك الشخصية؟ مهم جدًا إنِّك تحددي هدفِك بالتفصيل. لو هدفِك مش محدد مش هتعرفي تشتغلي عليه صح. يعني لو حلمِك يكون عندِك business خاص، لازم نحدد إيه نوع الbusiness وإزاي هابدأ. ولو حلمِك يكون عندِك لياقة بدنية، يبقى لازم تحددي في هدفِك، سواء في الوزن أو التمارين اللي عايزة أعملها أو أي حاجة عايزة أوصل لها. من ناحية الأهداف أو تحقيق الأحلام لازم أبقى محدداها صح. أنا عايزة أوصل للوزن ده، أنا مثلًا أنا 45 كيلو، أنا عايزة أوصل ل60 كيلو في شهر. صدقيني هتوصلي. لو أنتِ عندِك هدف وعندِك إرادة لده وإن أنتِ هتحققي ده، فأنتِ هتحققيه غصبٍ عن أي حد وغصبٍ عن نفسِك أنتِ كويسة. بس الموضوع محتاج ترتيب وشوية إصرار صغيرين قد كده. ركزي بقى معايا في الخطوة التانية اللي جاية دي. اكتبي الهدف ده في ورقة. على فكرة الكتابة دي مش مجرد أكاذيب، الكتابة دي حاجة قوية جدا. لو حطيتي هدفك في دماغك ممكن يتوه في الزحمة، لكن لو كتبتيه في ورقة هيبقى قدام عينيكي طول الوقت. خدي ورقة أو كشكول صغنن واكتبي فيه هدفك ده. ودي حاجة نفسيا على فكرة بتديكي طاقة جبارة. يعني انتي بعدين في كل ما تشوفي الورقة دي هتفتكري هدفك وهتفكري نفسك انك لازم تشتغلي عليه. الكتابة فيها قوة رهيبة. خلي هدفك قدامك دايما. تالت خطوة، واللي هتنجز معاكي كتير قوي وهتحسي ان انتي فعلا بتوصلي اسرع، هي تقسيم الهدف ده لمهام صغيرة. الهدف الكبير مش بيجي مرة واحدة. يعني مش هتقدري فجأة تقومي كده تقولي انا عايزة ابني امبراطورية. لازم تقسمي الهدف لمهام صغيرة. يعني لو عندك مشروع، اول خطوة مثلا هي تحديد الفكرة، ثم الكتابة، ثم خطة العمل، ثم التسويق. قسمي الهدف لخطوات صغيرة علشان مش هتحسي بعبء كبير عليكي، وكل خطوة صغيرة تخلصيها هتحسي نفسك أقرب للهدف. رابع خطوة، حددي وقت زمني لكل خطوة. مفيش حاجة اسمها بس لو حصل هبقى كويسة. لازم يكون في وقت زمني لكل حاجة. يعني مش بس هتقولي هعمل كذا، لازم تقولي هعمل كذا في أسبوع أو هخلص ده في شهر. يعني لو عندك هدف هتبدأي مثلا مشروعك، تحديد الوقت مهم جدا. ممكن تقولي هكتب خطة العمل في أسبوع، أو هبدأ التسويق لمنتجي في شهر. ده هيساعدك تكوني أكتر تنظيما ومركزة في خطواتك. زي الناس مثلا أنا بدي مثال اللي بتكون عايزة تخس، وكل شهر تقولك أنا هبدأ يوم الحد. أنا معرفش إيه القصة في يوم الحد. كل ما تكلمي حد يقولك هبدأ من أول الأسبوع إن شاء الله، نعدي السبت ونبدأ الحد ونبدأ خطة الدايت بتاعتنا. المشكلة بقى ان البني ادم ده ما بيبدأش رغم انه حط يوم اهو. بس اهم حاجة في كل ده ان انتي تحطي لنفسك انا هبدأ من اليوم ده، وتبدأي فعلا وهنهي في اليوم كذا. يعني هبدأ من يوم 1 مثلا، هبدأ من يوم 1/5 وهخلص وهبقى يوم 30/5 انا واصلة للوزن اللي انا عايزاه، سواء بقى عايزة اخس او عايزة اتخن او كل الكلام ده. انك تحددي وقت مهم قوي في انك توصلي لهدفك. وكل ما تحددي وقت ابدأي اول كام يوم هتلاقيهم صعبين، بس بعد كده هتلاقي نفسك الوقت بيقل وانت بتنجحي. فده هيديكي اصرار اكتر انك تكملي وهتوصلي. يعني هتوصلي، صدقيني. الوقت من اهم الحاجات اللي ممكن توصلك لحلمك في اسرع وقت. وانك تحددي كل خطوة بشكل صح هتوصلي اسرع واسرع.
خامس حاجة، سيب الكمال على جنب. انت عارفة ان الكمال مش موجود، احنا مش هنوصل لمرحلة الكمال ابدا، لان مفيش حاجة اسمها المثالية. خليكي واقعية مع نفسك، لو استنيتي لحين ما كل حاجة تبقى مثالية مش هتبدأي ابدا. ابدأي دلوقتي، مع الوقت هتتعلمي وتتطوري، لكن لو استنيتي الكمال مش هتخلصي. يعني انا مثلا ما ينفعش ان انا اجي اقول انا عايزة اعمل مثلا مشروع، اوكي، بس انا ما عنديش، يعني انا معايا حبة فلوس صغيرة، بس الفلوس دي مثلا انا عيناها، ولما اكمل عليها حبة فلوس كمان انا هروح ابدأ في المشروع ده. انتي عمرك ما تبدأي، الفلوس لو استنت بتتصرف. اصلا انا مش عايزه ابدا اونلاين، انا عايزه اجيب مكان وابدا فيه. لا، ان احنا الناس بتاخدها ايه، ستيب باي ستيب. انا هبدا في دي دلوقتي، والستيب الصغننه قوي دي هتوصلني لستيب متوسطه، والستيب المتوسطه هتوصلني لستيب اكبر. واحده واحده هلاقي نفسي وصلت. ناس كتير قوي بدأوا مشاريعهم من البيت، من على سريرهم بورقة وقلم، ما كانش لا معاهم لابتوب ولا كان معاهم اي حاجة، حتى الموبايل بتاعهم كان موبايل مش اندرويد اللي هو تعبان بقى، اللي هو كان الاندرويد اول ما طلع. وحاليا دلوقتي عندهم محل واتنين وتلاتة واربعة. بس الفرق ما بيننا وما بينهم ايه، ان هم اصروا ان هم يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها، وبدأوا ما استنوش ان هم مثلا يجيبوا محل او يجيبوا مثلا موبايل ايفون بقى عشان الدنيا تبقى معاهم متسهلة، او يحدثوا الموبايل الاندرويد اللي معاهم ده عشان يوصلوا لحاجة تانية. ما فيش، هم بدأوا اول ما قالوا ان هم هيبدأوا حطوا خطة وحطوا وقت ووصلوا في الوقت اللي هم حطوا فيه. فبجد لازم نحدد خطواتنا كويس قوي، ولازم ما نستناش ان احنا كل حاجه تبقى كامله عشان اوصل. اصل انت هتوصلي زي ما كل حاجه كملت خلاص، انت ايه اللي انت هتتعبي في ايه بقى؟ ايه بقى اللي هو النجاح اللي هيجيلنا؟ ما هو النجاح في الخطوات اللي احنا هناخدها، في الخطوات اللي احنا هنشوف نفسنا بننجح فيها. واحساس حلو وممتع قوي ان انت لما تاخدي خطوه في حاجه انت عايزه تعمليها، وتلاقي نفسك الخطوه اللي انت بتاخديها بتوصلك لخطوه اكبر، وتلاقي نفسك بتنجحي. احساس حلو قوي، على عكس ما تبقي قاعده على السرير وعماله تفكري في حلمك اللي مش لاقياله ملامح، وقاعده بس، وفي الاخر تنامي وتقومي تروحي بقى ليومك الروتيني اللي هو انت شغاله عند حد مرمطون وخلاص. الخطوة السادسة، وهي المكملة للخطوة الخامسة، وغالبا انا اتكلمت فيها بس هتكلم فيها تاني. خدي خطوة كل يوم، كل يوم لازم يكون ليكي خطوة، حتى لو بسيطة تجاه هدفك، حتى لو كانت خطوة صغيرة، بس المهم انك تتحركي لقدام. احنا كل يوم لو مشينا خطوة ولو بسيطة، حتى لو مفيش نتيجة، بس انتي مشي الخطوة دي، هتحسي فعلا انك ماشية في الطريق الصح، لان النجاح هيجي. كملي في طريقك، واوعي تقفي حتى لو مفيش نتيجة، صدقيني هتلاقي، والله هتظهر وهيبان لها نور وهيبان لها ملامح، بس انت ابدأي. مثلا لو هدفك انك تتعلمي مهارة جديدة، خدي 10 دقايق كل يوم علشان تتعلمي حاجة جديدة، وهتلاقي نفسك بتمشي فيها، هتحسي انك اقرب للهدف. مهم جدا انك ما تقارنيش نفسك بحد، ودي اهم خطوة في ال10 خطوات. سابع خطوة واهم خطوة، بلاش مقارنة نفسك بحد، بلاش، دي اهم حاجة. الناس اللي شايفاهم ناجحين دول ممكن يكونوا في طريقهم اللي مختلف عنك تماما، مش كل واحد ليه نفس الظروف او نفس التجارب. مقارنتك نفسك بحد تاني هتخليكي دايما تشعري بالاحباط، وده ممكن يمنعك من انك تكملي في طريقك. خليكي مركزة على نفسك وطريقك، كل واحد ليه الوقت المناسب ليه. الخطوة الثامنة، وهي ليها علاقة بالناس اللي حواليا. انا مش مع ان انا ابقى قريبة من الناس على فكرة، عشان في ناس كتير قوي ما بيحبوش لينا الخير، بس الخطوة دي لازم نقرب من الناس الإيجابيين اللي في حياتنا. الصحاب والتواصل مع الناس مهم جدا. خلي حواليكي ناس إيجابية بيشجعوكي، لأن الطاقة اللي بتاخديها منهم بتفرق معاكي قوي. ابعدي كل البعد عن الناس السلبية اللي دايما بيقولك ازاي تعملي كده، ده صعب. اختاري ناس بيدعموكي وبيشجعوكي انك تكملي، هتلاقي نفسك بتوصلي، وهتلاقي نفسك كل يوم بتنجحي بالكلام اللي هما بيقولوا ليكي. لكن لو هنخلي نفسنا وسط ناس ما بيحبولناش الخير، واللي سمع الحلقة اللي فاتت هو اللي هيفهم قصدي كويس انا بتكلم عن ايه. ما تجريش على حد وتحكي له انت بتعملي ايه وانت متأكدة 1,000,000%، او حتى مش 1,000,000%، 1%،
ان البني ادم اللي واقف قدامك ده ما بيحبلكيش الخير. خليكي في وسط الناس اللي بتشجعك، حتى لو اسرتك اللي معاكي في البيت، حتى لو هتبعدي عن صحابك كلهم ابعدي، مفيش مشكلة، هنعمل صحاب جداد وانضف. ولو ما عرفناش نعمل مش مهم، المهم ان احنا حوالينا الاربعة خمسة ستة اللي احنا عايشين معاهم، وهم دول فعلا والله اللي هتلاقيهم بيدعموكي من قلوبهم. تاسع خطوة، سامحي نفسك لما تغلطي. خلي عندك سلام نفسي كده. الغلط انا عايزاكي تعرفي وتتأكدي انه جزء من الحياة، ومفيش حد ما بيغلطش. لو وقعتي ما تزعليش، قومي تاني وكملي، ما تعيشيش في الماضي. السماح لنفسك انك تغلطي هو بداية النجاح على فكرة، انتي بشر كلنا بنغلط، لكن المهم انك تعيشي وتتعلمي وتكملي. اوعي كده لما تلاقي نفسك وقعتي في خطوة تقولي انا مش هكمل، انا هقف، انا مفيش نتائج، انا مفيش الكلام ده. اوعي تحطي الكلام ده في دماغك. كل ما تلاقي نفسك محبطة شغلي الفيديو بتاعي ده واسمعيه، هتلاقي نفسك بتكملي. ما هو انا هفضل وراكوا لحد ما توصلوا للي انتوا عايزينه. القعدة وحشة، القعدة بتجيب تعب والله وبتجيب مرض. بلاش نقعد، بلاش نفكر ونبص للناس واللي بيحققوا احلامنا واحنا قاعدين كده عمالين نشوفهم ونتفرج عليهم من بعيد. طب ما نبدأ، طب ما ناخد الخطوة. طب ما الناس دي كانت زينا، كانت قاعدين برضو على نفس السرير بس هما سبقونا. عارفين سبقونا بايه؟ بالخطوات البسيطة اللي انا بقولك خديها كل يوم دي. جربي اللي انا بقولك عليها، هتلاقي نفسك وصلت لحاجات كتير قوي في حياتك انتي مأجلاها. تأجيل وحش، صدقيني التأجيل بيتعب وبيمرض. اخر حاجة اللي هي عاشر خطوة، كل شوية فكري نفسك انت ليه بدأتي. في ايام هتحسي انك تعبتي او انك مش قادرة تكملي، لكن في اللحظات دي افتكري ليه بدأتي من البداية. افتكري الحلم الكبير اللي كان عندك والهدف اللي كان بيشعل في قلبك. التذكير بالحلم هيساعدك انك تكملي حتى لو الطريق صعب. كل شوية فكري نفسك كده وقولي ايوه انا بدأت عشان اجيب مثلا عربية، انا بدأت عشان اوصل ابقى احسن بيزنس في المدينة اللي انا فيها دي، وعدي اي حد فاتح نفس البيزنس بتاعي، وما بصش لاي حد هو فتح نفس البيزنس ونفس المشروع بتاعي ولقيتيه ناجح نجاح رهيب وانتي لسه حرام في الخطوة الخامسة. هو مشي نفس خطواتك دي بس هو سبقك بكام خطوة بس قليلين كده قدام. لو حطينا الهدف ومشينا الخطوات وكتبنا الهدف ورتبنا نفسنا وعايزين نوصل لإيه زي ما هو عمل بالظبط، احنا كمان هنوصل ونبقى احسن منه وممكن نعديه. بل بالعكس، ده احنا ممكن نيجي في يوم من الايام ننافسه، ندخل في المنافسة كده، رغم انه بادئ مثلا بقاله 10 سنين واحنا لسه كتاكيت صغيرة بادئين بقالنا كام شهر. كل شوية فكري نفسك انت ليه بدأتي بجد. فيديو النهاردة كان عن 10 خطوات بسيطة ممكن تغير حياتك، لكن لازم تفتكري حاجة مهمة قوي، مهما كانت الخطوات واضحة النجاح مش هيجي بين يوم وليلة. الموضوع محتاج وقت، شوية صبر وإصرار وكمان شوية حب لرحلتك. ابدأي دلوقتي خطوة بخطوة وصدقيني هتلاقي النتيجة قدام عينيكي. أنا واثقة إنك هتحققي هدفك. يلا دورك دلوقتي. قولي لي تحت في الكومنتات أي خطوة حسيتي إنها أهم حاجة ليكي دلوقتي، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان تشجعوا غيركم. واخر الفيديو الجملة المعتادة، انا بشكر الخمسة ستة وزدتوا النهاردة بقيتوا 7 اللي بيشجعوني واللي بيتابعوني على صفحتي. واستنوني في حلقة جديدة كل يوم من بودكاست لنفسي اولا. معاكم مي، يلا مع السلامة.